ازاي اوازن بين الحزم والرحمة وانا بربي ولادي؟ حلو السؤال ده. مم. الحزم يعني ايه الحزم اصلا؟ الشدة. لا، الحزم يعني وجود قواعد ثابته في التربيه. الشده يعني ايه؟ اشد على اولادي، يعني انا ممكن اتعصب عليهم، يعني يكون ما عنديش خطوط حمراء بمشي على. انما الحزم ان انا اكون حازم، يعني ايه؟ اكون عندي قاعده ثابته. طيب الرحمه مم. ان اوصل القواعد دي واطبق القواعد دي بحب. يعني انا عندي قاعده ثابته بتقول ان وقت الموبايل بتاعك مثلا نص ساعه في اليوم. خلاص، ده حزم، دي قاعده. تمام. خلاص. طيب اوصل له القاعده ازاي دي؟ ان انا انت حتى لو غلطت، لو قررت انك تاخد الموبايل مني وتقولي لا انا مش هاخد الموبايل، مش هديك الموبايل دلوقتي يا امي وهكمل لعب، اوصل لك ان ده غلط، بان انا هاخد منك الموبايل، مش هسيبه لك، مش هقعد اتحايل ومش هزعق. هو ده الشده. والمحايله هو ده الدلع. الدلع اللي هو ايه؟ اقعد اقول لك طب معلش، طب هاته المره دي، بكره ناخده ازيد شويه. لا، انا باخد الموبايل منك، بشده من ايدك وخدته وحطيته في جنب وحطيت قاعده معاها بقى. اقول له ايه؟ انا عارفه ان انت بتحاول، وعارفه ان انت نفسك ان انت تاخد الموبايل وقت اطول، ولكن احنا عندنا قاعده بتقول 1 2 3. زائد الرحمه، فكره ان انا كل ما هتعمل غلط، انا ماما، انا بحبك، انت لسه في المكان اللي بحبك فيه، ولكن العقاب بتاعك زي ما هو هنطبقه، القاعده زي ما هي هنطبقها، لكن ده ما يقولش ان انا ما بحبكش. ما تمام. بنربطش القاعده او العقاب او القواعد بتاعتنا بالحب. الحب حاجه